السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أكلات من زمن فات. مطبخ فوفا، مطبخ تيتا فوفا. عاملين ايه؟ صباح الخير. النهاردة بقى قلت ايه، هنعمل حبة قراقيش كده مع بعض، حبة قراقيش حلوين كده نفطر بيهم نتعشى بيهم بكوباية شاي. انتوا عارفين بقى الجو ده بيبقى عايز حاجة كده، دايما البيت يبقى فيه حاجة، يعني لازم البيت دايما يبقى فيه حاجة كده جاهزة سريعة تتاكل مع كوباية شاي، لأن ساعات الواحد بيكسل يحط عشاء أو يحط فطار أو كده. فأنا قلت النهاردة عندي 2 كيلو دقيق كده كنت جايباهم وسايباهم، فقلت هعملهم معاكم قراقيش. أول حاجة زي ما انتم شايفين دول 2 كيلو دقيق حطيتهم في الطبق الجميل بتاعنا ده. ونخلتهم طبعا كويس. لازم تدخلي الدقيق في اي حال، يعني لو هتعملي اي حاجه لازم تدخلي الدقيق. بعد ما نخلت الدقيق هنزل بحبه ملح كده حوالي ربع معلقه، وهنزل برضو بحوالي معلقتين 3 من السكر. هحط كده، دي معلقه صغيره هحط بيها كده يجي مثلا 4-5 معالق سكر، الطريقه دي كده عشان المعلقه صغيره. فانا حطيت حوالي 5 معالق سكر صغيرين. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هقلب السكر والملح كده كويس. انا طبعا عملت القراقيش دي فجأة، يعني مش مجهزه حاجات، يعني الدقيق كان عندي والحاجه عندي، فانا قلت ايه هعملهم حاجه سريعه كده، يعني من غير ما انزل اشتري طلبات او حاجه، بالحاجه الموجوده عندي في البيت. وهعمل ايه؟ لقيت برضو عندي حبه سمسم كده، خدتهم تسخينه كده على البوتاجاز. لازم السمسم تحمصيه، علشان السمسم لما بيتحمص بيدي طعم جميل قوي للقراقيش. هنزل بالسمسم برضو كده، دول برضو لقيتهم في التلاجة عندي، فقلت ايه استخدمهم. بعد كده هنحط ايه؟ بعد ما نقلب السمسم بقى، هنقلب السمسم كويس كده. دول 2 كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده. لقيت برضو عندي حبة شمر كده، فحمصتهم طبعا بنقي الشمر، وحمصتهم وضربتهم ضربة برضو بسيطة كده في المطحنة بتاعة الايه الخلاط، لان الحاجات دي اللي بتدي للقراقيش ريحة جميلة جدا. وخاصة طبعا ان القراقيش ممكن ناكلها بشاي بس، يعني مش شرط ان احنا ناكلها بجبنة او ناكلها باي حاجة. هي القراقيش بتتاكل مع الشاي باللبن او الشاي السادة بس. فلازم طبعا نديها ايه شوية منكهات كده يخلوها طعمها جميل. بس كده يبقى انا حطيت حبة ملح وكم معلقة سكر صغيرين، حوالي 3-4 معالق سكر صغيرين، وحطيت شمر مطحون وحطيت سمسم متحمص. برضو الشمر انا كنت محمصاه، يعني لازم الشمر تطلعي الرطوبة منه وتحمصيه قبل ما تضربيه في الكبة، تحمصيه تحميصة حلوة كده، بتطلع الريحة بتاعته وبتبقى جميلة جدا. بعد كده بقى هننزل بالايه بالسمنة بتاعتنا. هننزل بقى بالسمنة. طبعا السمنة انا قدحاها، يعني مسخناها كويس عشان انا عايزة القراقيش تبقى ناعمة شوية. طبعا السمنة بتاعتك حسب السمنة اللي انت بتحبيها، وحسب الموجود عندك وحسب المتوفر عندك. انا 2 كيلو حطيت عليهم كيلو الا ربع سمنة عشان ما تبقاش برضو ناعمة قوي. طب امال احنا لما نحب ننعمها ازاي؟ هقولك دلوقتي. يعني حتى لو انت مش حاطه سمنه كتير وعايزه تنعمي القراقيش بتاعتك، هتعملي ايه بقى؟ بعد ما تقلبيها زي ما انت قلبتها كده، هنبسها بقى مع بعض. هنمسك كده الدقيق بتاعنا ونبسه بالطريقه دي. لازم ابس الدقيق بتاعي عشان القراقيش تبقى ناعمه معايا. ده البس انك تفركي الدقيق في السمنه، بحيث ان كل الدقيق يتغلف بالسمنه. ده معنى ان انت تبسيها. عشان على فكره ممكن حد يكون بيعمل كحك وحاطط سمنه كتير جدا، بس هو ما بسش الدقيق في السمنه بيطلع خشن وحش قوي. لكن انت عشان تبقى الحاجه بتاعتك ناعمه، حاولي ان انت تغلفي الدقيق كله اهو، بحيث يبقى زي الرمل كده. شايفين؟ لازم بقى تستمري على الحركه دي شويه لحد ما اللي هي بس عشان سخنه شويه، فانا يعني مش قادره ان انا افرك فيها كويس. البس بيبقى كده، البس ان انت بتاخدي كده حبه على ايدك وبتفركيهم كده اهو. بصي ده اسمه البس كده.
بصوا هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، شايفين انا بسيتها فركتها بقت زي الرمله. شايفين عامله زي الرمله ازاي؟ طبعا القراقيش هتبقى ناعمه او خشنه بناء على المده اللي انت بسيتي فيها الدقيق. يعني لازم الدقيق يتبس كويس بالطريقه دي، تقعدي فيه ربع ساعه تبسيه 10 دقايق زي ما تحبي. بعد كده بقى هنعمل ايه حسب بقى اللي عندك. انا ما كانش عندي لبن فهعجنها بميه دافيه. طبعا احنا هنعجن مش هنعجنها، احنا بنحاول ان احنا نلمها بس كده عشان تبقى ناعمه وحلوه، ما يبقاش فيها عرق يعني. بنلمها كده بايدينا مش بنعجنها، لان العجن بيخليها يبقى فيها عرق، احنا مش عايزينها يبقى فيها عرق لان دي قراقيش ناعمه. بعد كده جبت كيسين خميره، ال2 كيلو دقيق بحط عليهم كيسين خميره. الكيسين الخميره دوبتهم وعليهم معلقه سكر وشويه ميه دافيين، وعملتهم بالطريقه دي كده لما بختبرهم يعني، بحيث ان زي ما انتم شايفين كده يفوروا، يبقى كده يبقى كده مظبوطه الخميره وكويسه هنزل بيها بقى كده الخميره بتاعتي. وهكمل بقى العجن بتاع القراقيش. هعجنها بقى واوريها لك. شايفين بقى هنا العجينه شكلها عامل ازاي؟ طبعا انت بتعجنيها لحد ما الطبق بتاعك ينضف بالطريقه دي، وتبقى ايدك طبعا شايفه ده ايدي كده مكان العجين، والطبق نضيف وايدي نضيفه. طبعا انا عجنتها بميه، انت بقى عايزه تعجنيها بلبن طبعا براحتك. هسيبها بقى ترتاح شويه بالطريقه دي كده اهي، وهنرجع بقى نشوف هنقطع بقى. ان انا اعمل القراقيش بتاعتي بقطعها طبعا زي ما انتوا عارفين كده، وحسب ما انت عايزه بقى القراقيش، يعني عايزه تعمليها رفيعه او رقيقه اعمليها زي ما تحبي، زي ما انت متعوده. كل بيت وله نظامه. في ناس بتحب القراقيش رفيعه عشان تبقى مخبوزه حلو ومتحمصه حلو، وفي ناس طبعا بتحبها تخينه، يعني كل واحد وذوقه. الاكل اذواق يعني، فكل واحد بيعمل اللي هو بيحبه واللي ولاده بيحبوه. عايزه برضو تخليها رقيقه، يعني السمك بتاعها ده برضو حسب مزاجك انت. وهتقطعيها بقى باي حاجه عندك، بسكينه بقطاعه اهي. شايفين التقطيعه دي؟ عايزه تقطعيها بالسكينه برضو هي اهي، بس دي بتدي شكل جميل بس اهي. حاجات سهله وبسيطه ومش مكلفه كمان، بدل ما نشتري حاجات من المخبز وبتبقى مش نظيفه. هنبدا بقى نرصها في الصينيه بتاعتنا. شايفين انا قطعتها بقى بالطريقه دي في الصواني كلها، كل الصواني اللي عندي قطعتهم فيها بالطريقه دي. هسيبها طبعا لازم ترفع كويس جدا، لان طبعا زي ما انتم شايفين الجو مش حر اليومين دول، الجو بدا ان هو يبقى ساقعه، فلازم تاخد حقها بقى في ان هي ترفع حوالي ساعتين ولا حاجه. وبعد كده هنخبزها على درجه حراره 180، ولما تطلع هتشوفوها. دي بقى كانت القراقيش لما طلعت من الفرن. شايفين مقرمشه بصوا جميله ازاي؟ شايفين القرقوشه حلوه ازاي وناشفه وجميله؟ يلا كده قومي بقى تشجعي، لو عندك كيلو دقيق واحد او 2 كيلو اي حبه دقيق، ان شاء الله حتى حبه زيت تموين على حته سمنه، قومي كده تشجعي واعملي حبه قراقيش حلوين للفطار وللعشاء، ودفي بقى مطبخك كده. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. طبعا انا قمت عملتها الصبح بدري قبل بناتي ما يجوا، عشان يجوا كده يلاقيها سخنه ويلاقوا ريحه البيت حلوه، ياكلوا بقى منها بشاي وكده يعني. يلا سلام عليكم وجمعه مباركه عليكم.